لا تدخل إلا بهالكرت هذا. هذا هو كرت اللي تدخل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم كل خير. أصبحنا وأصبح الملك لله ما شاء الله تبارك الرحمن. نبدأ تغطيتنا لليوم الثاني لمعرض الفلاحة في المغرب. اليوم أفضل عجلة من سلالة ثانية. شيخ بدر صباح الخير. يا هلا والله. هل المشروع قادم بقر إن شاء الله؟ يعني يبي له وقت المشروع البقر. ايه بس نستورد ونبدا نشتغل. ما شاء الله. انا السردي باذن الله بعد الحج نبدا نرتب يبي يوصل السعودية إن شاء الله. يصل بس هنا عندهم شغل. إيه. لكن في اتفاقية بيننا وبينهم بإذن الله إنهم يوصلون. لكن نبدأ إن شاء الله التجميع من بعد التجميع احتمال على نهاية سنة كذا إن شاء الله الله يجزاك خير أخوي بدر ما شاء الله. بدر التركي المدير التنفيذي لا إله إلا الله. مناسبة المتعة بالفعل الناس راها عندها استبقاء عكس ما الدنيا يصبر علينا أن يكون حاضر معنا في حالة بالمباريات، يكون معنا حكم دولي معترف به على الصعيد العالمي. من بعد هذه كل حاجة. سبحان الله العظيم. أحسن الخالق. لا إله إلا الله. ياكل ويشرب وهو بهالمكان ما يتحرك. اليوم عندكم مسابقة غير اللي أمس إيش؟ جمال ولا لحوم؟ نفس المسابقة. الاختلاف هو بين أنواع البقر. بقر هولشتاين البارح، أمس كان بقر مونبيليار أصل فرنسي. حليب يعني اللي أمس ولا؟ كلهم حليب. حتى السلالة هذه حليب. سلالة هولشتاين هولندي. أمريكي هولندي وجميع العالم. لكن إنتاج مغربي. نعم إنتاج مغربي. إيه. الآن على سلالة الحليب هذه. هولشتاين الحليب. يبدأون بالعجلات الغير الحوامل. عجلات السن ديالهم ما بين 12 شهر و 18 شهرا. التحكيم وش عليه؟ التحكيم هناك أمريكي، حكم أمريكي. إيه على الجرم على الرأس على جميع على المواصفات الخارجية. الرجلين، الحوض يجب أن يكون عريض. هناك اللي يكون عريض، الصدر يكون عريض، حوض عريض، قوائم غير ممتازة. هناك خصائص يجب أن تطابق خصائص الهولشتاين، لأنهم عندهم خصائص الهولشتاين يجب أن تطابق الخصائص الأصلية للهولشتاين. الجائزة وش هي الجائزة؟ جائزة رمزية بالنسبة للفلاح. هو جائزة هو شهرة. ما بالنسبة ماديا شي جائزة رمزية. هذه المسابقة لأهل الحلال. السلام عليكم. الحاسمة هي مباراة ذكور الفحول. التقييم كيمشي على مجموعة من النقط اللي شفتهم هنا. أولا راس 20 نقطة. هذه لجنة. بالنسبة للصيف والمظهر 20 نقطة. فيش حكم واحد. الانسجام ديال الجسم 10 نقاط. أيهم الأفضل الحين؟
هذا هو الأرجل 15 نقطة. هذا الأول. هذه سلالة للصوف. الصوف. الأرجل الأمامية. إيه سلالة للصوف هذه. سلالة للصوف. بالطبع جمالية نصيبة ناعمة. بالتالي كتكون واحد 80 نقطة اللي بالخصوص لأعلى نقطة هي اللي من المناطق الجنوبية. لكن إنتاج مغربي هذا. سلالة قحة مغربية. تم الحديث فيها. إذا الدرجة الأولى على اليمين كما تشوفوا فحول. راه باللون الأحمر. فحول. 2 وأكثر. الدرجة الثانية عمر 2 وأكثر. اللون الأزرق. نظر أحسن الخصائص إنسان هنا هو اللي بالطبع اللي غيكون عنده أكثر عدد من النقاط بالنسبة للفحول. الفحل جيد أحسن من هذا سواء كان خرفان أو خروفات. على الرأس قرون والرأس رأس ذكر يعني يوحي أنه فحل جيد يعطي 2011 عبر تقدم كبير لا من ناحية الأولاد لا من ناحية على الأقل. هذا الثالث هذا. ديال الصوت والاحتفاظ بهذه الخاصية هذه وخصوصا هذا أخذ الأول. شوف سلالة صوف هذه. تصنع منها واحد من أرقى السجادات الزرابي بالمنطقة الجنوبية تسمى الزربية الواوزقيطية. إذا مشيت للإنترنت غادي تلقاها. يصنعون السجاد، أفضل السجاد من هالصوف هذا. هذه سلالة مستوردة. لا سلالة جبال سيروة. جبال مغربية منطقة الجنوب الشرقي. سلالة ديال سيروة سوداء سيروة. يصنعون السجاد منه، أفضل الصوف يستخدمون ديال السلالة البيضاء لأنه كيتم الإنتاج ديالهم في نفس البيئة في نفس المكان. ربي الأغنام والماعز. وكما كتلاحظوا فهو الصوف صافي 100%. راه كتلاحظوا ما كاينش اختلاط ما بين السلالتين. تم العمل بكثير في البرامج ديال تحسين النسل ديالهم باش يبقى كل سلاله شاده الصوف ديالها باللون ديالها باش ما كتكونش الشربه محمطه. وهذا واحد الجهد كبير اللي داروا الاستضافه. 15 نقطة بالنسبة للأرجل ديالها والمشي ديالها راه غنشوفوها من الحركات ديالها. إذا جينا هنا راه في مرحلة أنها كيتم تعيير وتقييم الصوف، نشوفوا الجودة ديالو ونشوفوا الطول ديالو وكيشوفوا ياك ما فيهش الشوائب، لأنه الشوائب في هذا الصوف هذا فهي أمر اللي هو غير يعني غير مرغوب فيه كيتم يعني. هذه السلالة بني عروس. الآن هذول بيروحوا لمسابقة. هذه سلالة مغربية هذه. شو؟ بنيقير. ما شاء الله تبارك الرحمن. العمر كبير سدس. أنا حسبه صغير لكن عمره سدس الآن كبير. هذه فحول، هذه يهتمون بالفحول. قلت له يفر سنه، أنا بشوف سنه كم مرة وران سدس بس بنتأكد من عمره. سدس وتذكروا السادة المشاهدين بأن أمانة سوداء سيروة
السلالة هذه خلصت المسابقة، هذول هن الفائزين التباري سيكون الأول والثاني بين والثالث. خالة السبع لهذه السلالة، سلالة بنيكيل، السلالة الجميلة معروفة بمجموعة من المميزات الجينية. بنقير اللي بعد ما شفنا سلالة السوداء السيرة، غادي تجي سلالة بنيكيل للتباري. بنقير اللي هو بنقير. ايه حليب ولا لحم؟ من بين 5 سلالات أجودة المملكة. حليب ولا لحم؟ أجودة لحم. الخرفان، بنقير. أجودة النهاج، وأحسن الفحول، أحسن فحول على الصعيد الوطني. ما بين سنة يتم بذلك وعبر برامج متطورة شياه اللي عندهم أكثر من بالجمعية سنتين، تحديد وغيكونوا فحول ديال السنة، أحسن وغيكون ساب فحول كبيرة في سلالة بنيكيل هذا هو 4 في ديال سنة المباراة. 2002. هذا البورقت يقول الميزة بهالسلال هذا هو استرالي، لكن هم يحرصون دائما على اللحوم والحليب وينتجون عندهم. هذا المكان مخصص للزراعة، أدوات الزراعة كلها كاملة موجودة عندهم. يعني القضية الطول ديالها، الرأس أيضا مهم، وأيضا نظرا لأنها سلالة ديال الرعي اللي تقريبا راهي معروفة بالطرحان وكتهتم على القراء كثير في التغذية ديالها، فالتدقيق مهم أيضا بالنسبة للأرجل، لأنه الأرجل ما كتمشاش أو لا اللي عندها مشاكل في المشكلة. أتوقع هذا اللي يفوز، هذا ولا الثاني هذا؟ يعني اللهجه الرقم واحد الاثنين دول الصعيد الوطني، وكنشكر هذا الاخ هذا المكتب هذا اللي في هذه الظروف اللي كنعرفوا هذا الشرق، هذا الجواب اللي كاين وكينتج هذا الخير هذا، فما هنا الا اننا نشكروا ليه واننا ندعموه واخا غير فلا تشكروا الله. بعد غادي ندوزو ان شاء الله يعني الخرفان، والجماعة غادي تاخذ ايضا واحد الوقت الكافي ديالها، لان الخرفان شي شويه اكثر صعوبه باش يكون التكريم ديالهم، لانه عنده بعض الفصائل ايضا زايدين شي شويه، بالخصوص فيما يخص الفحوله ديالو، المساله ديال الطول ديالو الى اخره. أي مفضل خروف يحطون الأول والثاني والثالث. سلالة بنيقير، سلالة بنيقير أفضل خروف، أفضل مربي، يقولون له كساب ما يقولون مربي. أفضل مربي بنيقير، هي السلالة هذه بنيقير. هذا ولا هذا؟ الاثنين ذولي كبار. المسابقة على الثنيان والأسداس، هذول أسداس وثنيان، هذول الحين الدور على الثنيان. أفضل خروف ثني هذا ثني، هذا شكله لك يفوز. كريم، بالنسبة للخرفان اي نعم لازم يكون اثنين جوائز، جائزتين، جائزة أحسن فحل إيه؟ وأحسن خروف. وأحسن خروف. فالأثناء
نفس الشيء بالنسبه للاناث، احسن نعجه واحسن خروفه. يعني الفحول اللي تقصات الحين هذول طلعوا، هذول برا، هذول طلعوا المقصيين إيه. الذين لم يشاركوا في المسابقه. المقابله 2 3 تم اقصاؤهم خارج المسابقة. خارج المسابقه. إيه. خارج المسابقه. اذا احتجت اي شيء شكرا لك، الله يبارك. هذا مسابقة على السنثني. الحين اللي يطلع عند دوري خلاص خارج المسابقة. الحين بقى الثلاثة، الحين يشوفون أيهم الأول والثاني والثالث، يمسكونهن يعرضونهن على اللجنة، يصفونهن صفا. شوف الصيف الصيف ثانيا تنشوفوا المعايير توقع يا هذا يا هذا، ما فيها يا هذا يا هذا. الراس يكون بفتح يسجلونه عندهم بالبرنامج. باش ما فيش حتى عيب. ثني لا حليب جذع، هذا جذع، لا ما شاء الله جذع، لكن المسابقة مو على الثني. لا على الثني وسنة الحليب. ايه بين سنة وسنة ونصف يكون جذع وثني، المسابقة على الجذع والثني هذه. ياخذون بالبرنامج معلومات المربي. تنشوفوا السيد شعيب بان اللجنه عندهم كلهم واخدين كاينه طابلين وتيسجلوا واحد التنقيط. هذا التنقيط على شي يهتم؟ التنقيط تعتمد على الصيف والسلالة هي ثانيا تنشوفوا الطول ديالهم وتنشوفوا ملي كتشوفوا هنا على هذا الشريط كاين حتى العلو ديال كنشوفوا الهريب الا فيه شي عين ما تكونش فيه شي طاش شي عين شي لون داخل على السلاله. ها شي لون اللي يكون داخل بعد اذا كان شي لون هذا هو اللي ياخذ الاول. خارج على السلاله ما يدخلش السفن كاين الجوده حتى ديال الصوت. الجوده ديال الصوت تما اللجنه كتقرر تتفق اللجنه كتبقى ديال يشوفون عدالة الغرب. كيدخل من دابا وتما كان دابا يعني الا جينا نتكلموا بان اللي معلوم هو ان هذا القران ثاني القران يكونوا تساوي قد يكونوا غاديين وما يكونوش مزيرين ويكونوا فيهم خط بحال البلاد. انا اقول هذا اللي يفوز. انا رشح هذا، عاد هو مبخص. نذكر السادة الحضور الكرام بأنه بعد لحظات بعد انتهاء المباراة غادي يتم السحب ديال القرعة ديال طنبولة اللي تديرها اللاموك موجهة للسادة زوار رواق الجمعية الوطنية بالأغنام والماعز والسادة الزوار اللي تتبعوا معنا المباريات. حتى هما عندهم جوائز، حتى هما فكرات فيهم الجمعية الوطنية، حتى هما عندهم جوائز، حتى هما عندهم هدايا. وفي العارض وفي جميع الشرائح اللي الحماس ألف عندهم ناظر. هذا المربين تشارك في هذا المعرض الدولي. قال لكم هذا اللي يفوز، انا رشحه وبقوه. هي المشاركة 15 هم مبخص بسلعتهم في الدورة 15
الجمعية الوطنية شريك أساسي في إنجاح جميع الدورات يعني الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز 15 مشاركة في 15 دورة. من أهم الأهداف ديالها هو الحفاظ على السلالة. المملكة العربية السعودية إخواني يعني بعد السفر وبحضورهم معنا وفي هذه المباريات هذه أبوا إلا أن يشاركونا يعني سلالات الأغنام والماعز المغربية، التطور ديالها، الإنتاجية ديالها، التجربة ديال واحد أكثر من 45 سنة في انتقاء أجود الفحول العربية السعودية، تبادل التجارب والخبرات بين المملكتين، المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية. المملكة المغربية المتمثلة في الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، المشاركة في البرنامج الوطني. إخوان من المملكة العربية السعودية شاركوا معنا واحد المجموعة من السلالات، شافوا كيفية اشتغال اللجنة الوطنية للانتقاء والوشم، شافوا كيفاش الكساب المغربي تيشتغل، واليوم تيشوفوا المباراة الوطنية، تيشوفوا أجود الفحول، تنشاركوا أجود الخبرات. كانت تما واحد الزيارة ديال وفد مغربي متمثل في الطاقم أعلى هيئة بالجمعية اللي زاروا هذا اللي أنا مرشحه المملكة العربية السعودية من أجل التعرف على خصوصيات تربية الأغنام والماعز فحل. وبشكل مباشر يعني كاين برنامج للجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز في إطار رقمنة وتطوير وسائل العمل التقني والإداري بالجمعية. يعني دارت واحد البرنامج اللي تيقوم بحساب يعني شوف اللجنة، شوف تنشوفوا دابا الحولي وتيشوفوا الصوف والجودة ديالها، مشاو لأدق التفاصيل، وهذا الشيء كامل حيت وصلوا لأن الأمور يعني خارجة عن السيطرة. يعني الأمور ولات قريبة بزاف، يعني تلقاو صعوبة دابا باش يقدروا يحددوا لنا شكون رقم واحد، شكون رقم جوج، وشكون رقم ثلاثة. هذاك اللي انا مرشح ذاك، هذا ثني، هذا ثني، وذا الجذع هذا حليب، سنون الحليب، هذا سنون الحليب، هذا اللي انا مرشح. ما بين 90 و 100 كيلو حليب هذا اللي انا مرشح، هذا اللي انا مرشح، هذا ثني وذا الجذع وذاك ثني، هذاك ثني كله ما دير سنان وذا يعني ما كاينش حليب، هذاك القطع ما تحتاجش الخصائص التقنيه. يعني الاخوان الله يخليكم، هذا الاول، هذا الاول، الرتبه رقم 3، الرتبه رقم 3 خدا التنقيط ديالو 63 على 70، ثقة حرارة على 90، 63 على 90 بالنسبة للرتبة رقم 3. الرتبة رقم 2 هو اللي كاين في الظهر ديالو اللون واحد شوية اللي انا رشحته صراحة، هو اللي في الظهر ديالو اللون الازرق، وخدا تنقيط ديال 73 على 90، ثقة حرارة. الله يجازيكم بخير، تفقوا عليهم. هادوك السابة اللي جايين من النجوم العليا وجايين في ظروف ديال الجفاف وجايين رغم الصعوبات رغم كل شيء تقدموا لنا هذا المنتوج الوطني الذي يشرف المملكة. يكون سنان الحليب يعني عنده ما بين 12 شهر وما بين 12 و 18 شهر. هذا الخروف او المستقبل ديال الفحل خدا
77 على 90. تصفيقات حارة على الخروف رقم 1 سلالة بنيقير. ساهل ما شاء الله. نتائج مشرفة. رقم 1 هو اللون الأحمر، رقم 2 هو اللون الأزرق، رقم 3 هو اللون الأخضر. وتلاحظوا بأن في التنقيط الأرقام متقاربة جدا، يعني عندنا رقم يعني ما بين 2 حتى 4 النقاط ما بين هذا أخذ الأول رقم أحمر، وأزرق الثاني، والأخضر الثالث. هذه يفحول. طبعا المربين ما يعرفون، ما يدرون، ما يدري يوم خروفهم لأنهم بالأرقام. اللي يحفظوا بالشكل، بعضهم يحفظوا بالشكل، عارفين أوزانهن وعارفين مقاساتهن عندهم بالبرنامج. إذا أنت مازال مع سلالة بنيقير، سلالة بنيقير المناطق الشرقية فيها سلالة فحول. الآن فئة ديال الفحول، يعني كما كتسمعوا. هذا جاء مع الوفد المغربي وقلت له ما يمزين السردي ولا النجدي. عاد الحين هو بيرده لي يقول أي نزين، بنيقير ولا النجدي؟ نجدي. ما شاء الله. الحلال كله زين، الحلال كله زين. اي نعم، اهم شيء الفائده من الحلال، اذا كان حليب ولا لحم. هذا السن بنيقير راه حليب ولحم. سنوات الجفاف اللي خلات انه اللحم قليل، الحليب قليل، لانه يكون سنوات ديال الربيع 20 نقطة فيما يخص الطول ديالو. بنيقير تجيب الخروفين 5 نقاط بالنسبة للسبل ديالو، 5 نقاط مربي خاصو يحلب منه شوية. هناك 10 نقاط سينو ذاك الخروف يقدر يكون بالحليب مزيان، يعني الطريقة ديالو واش وقت ديال الحليب، لأن الإنتاج اليوم كيكون على المشي ديالو، على الاحتياجات ديال الخروف. إلا ما نقصش منها الحليب الجغرافية ديالنا حنا عندنا نفس المناخ الصحراء يتحمل الحرارة. هذا تتحمل الحرارة، احنا عايشين بالحرارة أكثر من 40 درجة يوميا، وتعيش في الفيافي وتعيش في المناطق اللي كان يعيش فيها الغزال البري، يعني كاين الصرامه وهي من كثرة انها كتعيش عندها القياسات هادو باش عندها الخصائص كتعيش غير فين كان في الاراضي اللي تكون فيها في خلاء، حتى الانسان ما يقدرش يقرب لها. يعني كتكون الدكتور قانون عبد الرحمن خبير مع الممارسه، مع بقينا نعلفوها، مع بقينا نقولها نسبيا بقات كتأقلم اطار وطني ما تقدرش تقرب لها الا مولاها. رئيس قسم للسن ديالو يعني 3 4 5 سنوات وما يزيد، فهنا تنتكلموا على الاستمراريه بالامل، الاستمراريه بالمجهود باش يجيك بهذه الجوده وتحافظ عليها. يعني راه باش تشبح ربما تقدر نعتبر بان الامر سهل وليس بالهين، ولكن باش تحافظ عليه هو اصعب من الصعب. وتشكرك الساده على هذا الانتاج رغم سنوات. معنا الدكتور فارس، يا هلا والله، كيف حالك؟ الافكار هذه نبيها ان شاء الله عندنا. هذه ان شاء الله التميز اللي يصنع اليوم هنا في موضوع التقييم، التحكيم، المواصفات المعايير اللي تختار للسلالات لاجل التحسين الوراثي الظاهري بالنسبه للقطاع انتاج اللحوم. المغرب تميزت اليوم بانتاج اللحوم بالكميات وجوده اللحوم. التكاليف الاقتصاديه اليوم لانتاج كيلو لحم تحسب، ما تحسب بانتاج الراس. الثقافه بدات تتغير ابو خالد على موضوع اليوم في المملكه. اليوم الناس الاسر صارت اعدادها قليله، ما يقدر يروح يشتري خروف كامل او ما يحتاج انه يشتري خروف كامل بالاساس. فبالتالي صارت المساله مساله القطعيات والنوع والمنتجات الفاخره مثلا ستيك والريش، فبالتالي صارت يتطلب وجود سلالات اساسا محسنه على كميات انتاج لحوم. الحاصل هنا المغرب يشتغلون على موضوع مثلا درجه اكتناز اللحوم
اليوم السلالات اللي موجودة بالمغرب هي سلالات متخصصة ومحسنة على إنتاج اللحوم في الأغنام. شراكة اليوم شركة أميرال مع الجمعية الوطنية للأغنام والماعز أنوك على موضوع استقطاب السلالات اليوم ذات الكفاءة الإنتاجية العالية وذات القيمة الاقتصادية اللي اليوم تساعد كل المربين على أنهم يحققون أعلى ربحية من هذه السلالات. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا الحضور، شوفوا الحماس. هذا جزء بسيط من المعرض الدولي للفلاحة في المغرب، شيء لا يوصف. ما شاء الله تبارك الله. يتحمسون هذول كلهم، أغلبهم مربين. هذه المعلومة بعدا هي معلومة زوينة، يعني باش تحافظ عليها. وكيف ما قال لنا هي غزالة الآن بيوسم في الوجود العليا. أفضل. وهذا الوصف هذا راه خاص في السير الرئيسي. وقت ما هضر على الغزالية قلنا الغزالة، هضر على بنيكيل قلنا الغزالة، وراهم غزالة. الأحمر هذا الأول. عليكم على هذه الجودات هذو. ودابا وفي هذه الأثناء غادي يتم رسم الرتبة رقم 1 الثقة ديالكم. هذا هو الفعل رقم 1. الثاني النقط ديالو بدر التركي. الرقم يعني خدا 75 نقطة على 90. رقم 2 والإخوان القادمين من المملكة العربية السعودية تشرفونا وتشرفوا الكسابة. الأولى 75 والثانية 72، يعني الفرق ديال 3 ديال النقاط. وبالنسبة للرتبة الثالثة 58 نقطة. كاين واحد شوية ديال الفرق ما بين الرتبة الثانية والثالثة، ولكن هذا الوقت كامل اللجنة خداتو باش ودخلت يعني أدق التفاصيل باش قدرات تحسم لينا. وكان الفرق هو 2 ديال النقاط، 2 النقاط ما بين الرتبة الأولى والثانية. بداية هنئ الجميع صراحة بهذا الفوز وهذا التكريم وهذا الوصول إلى هذه النتائج جدا مميزة. فبالتالي أول شيء نقول شكرا لكم ولحضوركم، شكرا للجمعية الوطنية للأغنام والماعز أنوك. هذا التميز ما حصل إلا بعد جهود سنوات وتحفيز من الجمعية، ووجود الجمعية في هذا العمل له أثر كبير. اليوم تكاتفا وتعاضدا جمعيا مع الكسابة سيحدث أفضل وأكثر من هذا إن شاء الله. نراكم جميعا إن شاء الله كل عام بعد عام بنتائج وحال أفضل للجميع إن شاء الله. ونطلب من الجميع أنه يتحفز إن شاء الله للسنوات القادمة إن شاء الله يكون من النتائج هذه وأكثر. تمنياتنا للجميع التوفيق إن شاء الله. بارك الله فيك وشكرا لكم على الشرف بالحضور. ونقبض على الآن سحب على خروف على 11 سنة لابس تيشيرت ديال مانشستر سيتي. غنربحوه ماشي دابا في العشية، وغادي نعطيكم شاك ديال القيمة ديال الحولي ب 3000 درهم. غتكون عندنا في العشية العام اللي يعني في 2019 و2018 و2017 الناس ربحوا معنا الحواله هنا في دير المهرين. واليوم غادي يكون معنا فائز وغدا فائز وبعدو فائز حتى نمشيو من المهرين. مرحبا بكم. الصف الاول واش توكلوا لي حتى العيد؟ نوكلوا له حتى العيد. شوف 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 سي فارس، الدكتور فارس هيقرا لنا السميه. ساهل الشرقي
من السطات فلاح ربح معنا جاي بالمعروض في الدورة 15. السي سهل الشرقي اللي جاينا الاقاليم ديال سطات، منطقة سطات. يلا تقدم السي سهل الشرقي. كون خفيف ضرب السي سهل، واحد جوج ثلاثة يقدروا يحيدوك. هادو راه انا سبار كلشي باغي يربح. هذا الفايز. حيدوه تعطل. حيدوه. يلا اللي بغا يحيدوه يزيدوه. واللي ما بغاش يزيدوه، يلا شكون اللي بغاش يحيدوه؟ شوف التضامن ديال المغاربه وهذا هو الجهد. برافو يدوز من الجهه اخرى. يا حليل ما شاء الله. السي سهل الشرقي يربح معنا الجائزه الاولى. غادي ندوزو. يخلي التليفون ديالو شاعل باش الا عيطات ليه المدام في المعرض تلقاه. وجوج ديال السجادات باش يصليها هو ومراه في الدار من مكة المكرمة، من عند الإخوان من شركة أميران اللي جاو ضيوف عند الجمعية وأبوا إلا أن يشاركوكم حتى هما الهدايا المباركة. سي سهل غيقدمها لي السي فارس دكتور جانا من السعودية، المملكة العربية السعودية. شكرا. تفضل سي شرقي من سطات. المغرب كامل مشارك معنا هنايا. دابا عارف هاد الصندوق هادي كاينه من طنجة للكويرة ونتخاطر معاكم. غادي يكون السحب رقم 2 واللي غادي يقوم به هو اجي من مكناس الفايز. وزنو عبد الحق مكناسي مشى يتغدى. هذا رقم 2 سي اوزنو. الى عيطنا على اللي موراك هادشي اللي حق الله. اوزنو هذا راه وزنو وما طلع ليه والو. عندهم هالراوية هذه تاخذ 30,000 لتر يوصلون لجميع مناطق المملكة، وعليه ضمان 10 سنوات. لا ضمان 10 سنوات. اي تفضل. يلا تبي نشوف سعرها وكم توصل عندنا مثلا. كم؟ إنتاج مغربي ألماني. مستورد ألماني طبيعي. يقول طبيعي بالمية للحلال، لزيادة الحليب عند الأبقار ورفع الإنتاج اللحوم اللي هو التسمين المواشي والدواجن. يقول هذا يحط بالكل. هذا مع المي. هذا من أجل رفع المناعة في الامعاء ديال الخروف ولا العجل. اذا تنديروه مع الماء ولا مع الاكل؟ مع الماء ولا مع الاكل. اي نعم. وهذا مع الاكل. هذا نستعمله في الصباح لان الصباح الامعاء تتمتص الاملاح المعدنيه والفيتامينات بسرعه كبيره، وهذا في الليل. مكوناته وشو هذا؟ مكوناته فقط اعشاب طبيعيه. 100%. إنتاج مغربي. شرفنا اليوم وفد وزارة الزراعة والمياه في القصيم مع شركة إميرال في المهرجان الدولي للفلاحة في المغرب. هذول المربين. هذا وفد الزراعة. طبعا الحلال بنقير اللي هو البني، هذول هم قبيلة سمي عليهم. انتم بنقير.
احنا بنيجي قبيله. وهذا حلالكم؟ هذا الحلال البني. ايه هذا الراس الموجود المعروف. ايه اللي انت اليوم ان شاء الله صورنا المسابقه. ايه قبيلات بني جيل يقيم في جيد العمل ابو عرفه جماعه مع شرطه. ان شاء الله الى هو كان ممكن احسن الى اختاريت في اللون اللي هو هذا ديال راس قبيله بني جيل. مرحبا وسهلا. ما شاء الله. ان شاء الله اليوم ابو حمد شرفنا وجايبين قهوته وجايبين. يا هلا والله ابو حمد، شلونك؟ طيب وش شفت هالمعرض هالدولي؟ والله وش اقول؟ سلك بسوق الغنم على هالغنم ما شاء الله. الحلال عندهم يحرصون على سلالة الحليب، على اللحوم. صحيح والله. جدا اهتمامهم طيب ما شاء الله عليك. ويسر الخاطر اهتمامهم بالاصول اللي عندهم اللي موجوده الصراحه. الاغنام الاصيله الموجوده عندهم اهتمام يشرف. خبر عنك عندهم ترى نظام، ما ادري عندك اطلاع ولا لا ابو خالد، اللي هو الدوله تدعم مربين الابقار اللي يسوون التلقيح الصناعي. تدعمهم بالتغذيه وتدعمهم بالتلقيح علشان ما تنتج الابقار عندنا اصناف عاديه او عندهم اصناف عاديه، تنتج اصناف راقيه جدا لا باللحوم ولا بالحليب. صحيح. حتى شوف الحلال هذا بنيقير قبيله كامله بنيقير مختصين بهالسلاله هذه قديمه. بخلك ابو خالد لمره بوريك القبائل على قبيله كل ناس وتخصصهم. هذول متخصصين بصنف من الابقار، والقبيله هذه مثل بنقيله هذه متخصصين بصنف من الاغنام، وهذولاك اكثر الاغنام السرديه عند القبيله الفلانيه موجودين بالمنطقه الفلانيه. اباخذك انا وياك 4 ايام 3 ايام. اي بس اطول. اي بس اقول اطول 4 ايام ابد. 4 ايام تسر تزول. الله يجزاك الجنه، الله يسلمك، الله يوفقك بعد وفرصه سعيده. وش اللي عجبك بالمعرض؟ وش اشياء اعجب صراحه تخصصي انا؟ ايه مشاركه بعض الشركات الاجنبيه عندهم مثل اكثر من 2 أو 3 تركيات. تخصص الدقيق موجود عندهم اللي هو الزراعه، اللي هو طبعا زراعه الانسجه، مو بالزراعه العاديه، زراعه الانسجه. ولا الحمد استفدت منهم وتعاونت انا وياهم الان. بنسوي لهم زياره ان شاء الله تعالى بتركيا ونشتغل معهم باذن الله. المعارض هذه تبادل خبرات، شيء مجانا. صحيح صادق. تاخذ معلومه من عنده وتطبقها عندك. والله انك صادق. وانا كثير من المعارض اللي تقام عالميا لازم اروح لنفسي، اروح بنفسي شخصيا بدون اي دعم وبدون اي شيء. اروح بنفسي واخذ المعلومات انا بنفسي واستفيد منها. وللمعلوميه احب انشر كل المعلومات هذه برا، يعني ما في عندي حصر للمعلومه. اي معلومه الان اليوم حاولت اني يعني استنتجها وشفتها بالمعرض هذا كلها تلقونها موجوده بالسناب عندي. ما شاء الله، الله يوفقك بعد يجزاك خير. يا هلا. طريقتهم كل شركه او كل جمعيه الحاله، مثل هذول يختصون بالدواجن، يجيبون المربين ويجيبون الخبراء، يبدون يتبادلون الخبرات بيناتهم. ما شاء الله. هذه هي كل كشك له الشركة. هذه الجمعية الوطنية المربية للأغنام والماعز، هذا قسمنا. وهذه شركة أعلاف. صراحة جدا المعرض جميل. احنا ما ودنا نكثر عليكم التصوير، لكن إن شاء الله مثل هذه شركة أعلاف ثانية. أعلى بروتين عندهم 22، بس مثل ما قلت لكم يعطون أعلى بروتين للصغار، ثم كل ما كبر الطلي كل ما قللوا البروتين له. وهذه كذلك شركة أعلاف.